السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أخواتي العزيزات متابعينا الأعزاء؟ بحب أول شيء أشكركم كتير كتير على الدعم وعلى المساندة، وبتمنى إن شاء الله رب العالمين إني أقدر أقدم لكم أكبر فائدة بقدر أوصلكم إياها. اليوم عنا قميص نوم من الشيفون من قطع قماش، جاي بشكل طولي بعرض تقريبا 25 ل30 سنت القطعة. بدنا نستغلها نعمل منها قميص نوم. هذا رسم تقريبي، انتو زي ما حكيت لكم انا ماليش في البطرونات يعني، بس هذا رسم تقريبي للشكل. هي القطع 1 2 3. طبعا العرض حسب المقاس عندكم، راح اعطيكم مقاس مثلا عندكم 36 38 40. 36 بده يكون محيط الصدر فيها 70. طبعا احنا بنشتغل على شيفون، الشيفون ما بتمدد، بدنا نخليه اعرض عشان الظهر بده يكون فيه باستك في الظهر من الخلف. انت بتقدري تاخذي المقاس بنفسك على نفسك، لانه الموديل سهل جدا وبسيط. بتاخذي محيط الصدر وبتزيدي 10 سنتي عليه، تاخدي محيط الصدر وبتزيدي 10 سنتي عليه. عنا الرسم التقريبي، عنا اللهم صل على سيدنا محمد. عنا هون هاي خط الظهر اللي هي الظهر بده يكون مستقيم. عنا هاي حفرة الباط، وهاي حفرة الصدر، وهاي حفرة الباط. عنا هدول القطع بدهم يجوا بهذا الشكل. هون بده يكون في فتحة، هاي انا عاملة هاي مخربشة عليها، هون في فتحة لحد هون. عنا هاي بده يجي قطعة على منطقة الصدر هاي بالضبط بشكل كلوش قصير. هاي لحفرة الصدر، هذول لحفرات الكمام، وهاي الكلوش تبعتها اللي تيجي فوق الصدر، لأنه الشيفون خفيف فلازم يكون في قطعة خارجية. هي بتعطي شكل حلو. راح نعمل له الشيفون كلياته للأطراف القطع من هون بيبي لوك. راح نعمل للذيل والفتحة هاي كلياته بيبي لوك. وراح نضيف وردة حمرا هون راح تيجي عليه، بس نخلص بنشوفه. هذا الرسم التقريبي، بتمنى يكون الرسمة واضحة وسهلة، لأني أنا اخترت الموديل السهل البسيط عشان ما تتعقدوا في الباترونات والمقاسات، وانزلي من هون سنتي واطلع من هون نص سنتي، فخلينا بعاد عنها. راح نبتدي في القص إن شاء الله. عنا قطع من الشيفون هاد، هي شايفين شكلهم، يعني هم بواقي أساسا. طبعا انتوا عارفين ان الشيفون بتزحلق وما بثبت فوق بعضه وصعب في القص، فأنا ثبتهم بدبابيس عشان أعرف أقصهم، وأنا بقص مع طاولة الماكنة، لذلك ما عندي طاولة كبيرة حاليا هون قريبة على مطرح ما بصور. ببتدي أقص بشكل مائل، كل ما نزلت لتحت بوسع الديل. هدول ما بدنا إياهم. الجهة الثانية بنفس الطريقة، كل ما نزلت لتحت يعني بشكل مثلث، بس عنا مثلث الرأس تبعيه ومش زاوية، مش حاد يعني. بننزل وبنصحح. هيك صار عنا 6 قطع متساوية. بدهم يكونوا 3 للصدر و3 للظهر. نفك الدبابيس. بنوصلهم في البداية، بعدها لأنه صعب إني أتحكم فيه لأنه بتزحلق. بدي أوصل كل 3 قطع مع بعضهم، 3 للصدر و3 للظهر. بعديها بعمل حفرة الصدر اللي هي تدويرة الصدر والكم. نبتدي بالتوصيل، نشوف الوجه والكفة.
غرزة الماكنة مش مظبوطة، الشيفون خفيف، بده تكون الميازين او المنظمات مركونة شوي. ممكن انزل الغرزة كمان شوي بس بعد ما اشيل اللي تحت الرجل. عشان تكون الغرزة مرتاحة اكثر. يعني هي الان على 4/5، بخليها على 3.5 او على 4 على الشيفون. بوصل كمان قطعة، براعي الوجه والكفى فيه. هيك صارت الغرزة احسن شوي. القطع من تحت مش متساوية لانه زي ما حكيت لكم هاي بواقي، يعني مش قطعة كاملة عندي انا بدي اعمل منها قميص نوم، لا هاي بواقي قماش انا بستغلها. وانا اساسا يعني فكرة القناة مبنية على استغلال القصاقيس من القماش. كيف إن نستغل قصاقيس القماش اللي عندنا البواقي وما نرميها. بوصل كل في بعضهم. 3 بيعملوا لي الخلف و3 بيعملوا لي الأمام. هيك وصلناهم، صار عنا أمام وعنا خلف. بدنا نعمل حفرة الصدر والكبة، اللي الكم والكبة. طبعا بعد ما وصلناهم بدنا نعمل الحفرة. بننزل تقريبا 3 قراريط، نطبق القطعة، واحدة من القطع اللي سويناها على 2، بنعمل حفرة الكبة وبنعمل حفرة الباط بهذا الشكل زي ما هي واضحة أمامكم. هاي للكبة وهاي للباط. بدنا نقص القطعة تبعت الكلوش اللي بدها تيجي على الصدر عليها. أول شي بدبسها عشان ما تتحرك معاي، وأقص عليها بالضبط على قدها. لأنه الشيفون صعب التحكم فيه. هيك دبسناها. راح نضيف هاي الوردة عليه. احنا بس نخلص بنشوف كيف. بنجيب قطعة من الشيفون نفسه، نخلي الجهة، لأنه يعني انتوا شايفين القطعة مش قد بعضها، بخلي الجهة اللي أصغر من فوق عشان أضل شايفها. بحطها بهذا الشكل لأني بدي إياها إيش تيجي، بدي إياها تيجي كلوش. هاي الزاوية أنا بدي إياها زي ما انتوا شايفين. أنا حطيت بشكل مائل، ما حطيتها مع القماش هيك، لا. راس المثلث، الراس، الكم والكبة بدهم يكونوا على الأطراف مع الخط المستقيم. حفرة منتصف حفرة الصدر مع الخط المستقيم بالطول. والمنطقة اللي بيها تكون بدي يجي فيها الشيال أو الحمالة
بدها تيجي بالطرف من فوق. كمان بحط لهم دبوس عشان ما يتحركوا. وبقصهم، بقص حفرة الباط في البداية، بقص حفرة الكبة. راح احركها شوي عشان اعرف اقصها وما ابعد عن الكاميرا. بفكهم، بحط الدبوس كمان مرة، بقص بالعرض اللي انا بدي اياه. يعني انت مش محكومة بمسافة الكلوش قديش عرضه. انا راح اقصه بهذا العرض. عندنا نهاية حفرة الكم هيها، راح انزل بعدها 3 قراريط بس. بقص بشكل دائري هيك. هنشوف كيف تركب. بتمنى انه الفيديو ما يكونش طويل يعني، ولكن الامر بيستدعي. راح تركب هيك. دبس لكم اياها تشوفوها قبل ما نشتغلها. هاي مع الكبة، هاي مع الكم، وهاي بدها تكون ماخذ الشكل هذا، يعني عاملة إكلوش على الصدر. طبعا لما تركب بتظهر أحسن. هلا مش رح توضح لأنه من نفس اللون، بس الفكرة إنها هيها أوسع وعاملة كلوش على الصدر. بنفكها عشان نشوف كيف بدنا نركبها. التركيب راح يكون من جوا لبرا، من جوا لبرا بهذا الشكل. يعني قطعة الكلوش بده يكون وجهها مقابل كفة الكماش هيك. الوجه هاي في القطعة الأساسية من فوق، والوجه في قطعة الكلوش كمان من فوق، لأن بدنا نقلبها لبرا ويصير الوجه معنا لبرا. بنركبها من جوا لبرا. هيك. هاي وجه القماش. هلا بنقلبها لبرا، بصير وجهها هي من برا، ووجه هي وجه قطعة الكلوش من برا والجسم من برا. اذا بنركب من جوا لبرا. كفى قطعة الكلوش ناحيتنا، كفى القطعة الداخلية ناحيتنا، يعني التنتين كفى القماش بده يكون مقابلنا. بنركبها وبنقلبها لبرا بهذا الشكل. هذا هو شكلها. رح نعملها بيبي لوك على الطرف من هون، بعدين نرجع نكمل. بدنا نعمل خياطة على الطرف، بننيم خياطة ناحية الجسم وبنعمل عليها خياطة. هسه بننتقل على الماكينة الثانية وبنشوف. طبعا عندنا هاي ماكينة البيبي لوك سبق وحكينا عنها.
في فيديوهات سابقة. هاي بتشتغل على 3 خيط. اللسان اللي بيلتف عليه الخيط تبع البلاطة هاي رفيع جدا جدا جدا، لذلك بتعطينا خياطة رفيعة جدا ومدكوكة، يعني قريبة على بعضها كتير. هاي هي الخياطة فسخت زي ما انتم شايفين. ارجع عليها لانه اصلا القماش هذا بنسل، يعني قماش الشيفون حساس كثير. هذه هي خياطة البيبي لوك، وهي خياطة الماكنة الخياطة العادية. شايفين الفرق؟ ورجيكم اياه هيك، شوفوا الفرق في العرض. شايفين الفرق في العرض؟ هاي خياطة البيبي لوك للي ما بيعرفوها. رح نعمل الخياطة اللي حكينا عنها زي ما شرحنا، انه الخياطة هاد اللي ركبنا فيها الكلوش على الجسم بدنا نرجعها ناحية البدن، بنردها، يعني قطعة الكلوش بدها تكون القصيرة من هون والطويلة من هون، والخياطة نرجعها لناحية البدن. نعمل خياطة على طرف القماش. يعني الخياطة ما راح تظهر إلا من الخلف، من برا ما في. بنثبت الأطراف اللي هي حفرة الكم، بنثبت الثنتين مع بعضهم. بهذا الشكل. هاي بنخليها مفتوحة من هون، هاي بنسكرها لما نسكر الجوانب. بنيجي لهاي الوردة، بدنا نركب هذه الوردة على، مش على الأخير من تحت، يعني تقريبا بدها تكون في منتصف القطعة بس على الجنب. راح اوقف التصوير على بال ما اخلصها عشان ما اطوله كثير. هيك جهزنا الوردة، هيها، والصدر عنا فوق جاهز مع البيبي لوك. بدنا نعمل الظهر، نعمل له استك. عملنا له سرفلة من فوق الجهة العلوية، بحط الاستك في الداخل وبثبت من الطرفين مسافة المقيط الاستك اللي انا بدي اياه. راح نخليها بهذا الطول. طبعا الطول احنا مش محكومين فيه كثير، يعني انت بتخليه قد ما بدك.
حسب قديش كان عندك الظهر واسع. بنثبت من الطرفين، بنطعج القماش عليه او بنثني القماش على الاستك، بندخله جواه وبنسكر عليه. انت حرة اذا بدك تخلي الخياطة مش ماسكيته او اذا بدك تخلي الخياطة عليه تثبتيه مع الخياطة. بهذا الشكل. يعني هذا اللي احنا قصينه مقاس 36 بده يجي واسع من الديل، وبنحط له حزام من الستان الاحمر. راح نستخدم القومي الستان هاي زي ما انتم شايفينه لحفرة الباط وللشيال تبع الكم. بنركبه نبتدي في حفرة الكم. بنسكر عليه شوي. صار مشكلة هون لأنه جوا عريض، يعني صارت الجهة الداخلية أكثر من الخارجية، صار فيش تناسق. ننقص شوية الزيادة هاد اللي رجعته. بنمشي بالطول المطلوب للشيال اللي هو بده يكون في هذا الحالة 28 ل 30 سنتي. بتقدر تعمليه من قماش الشيفون نفسه بس بالورب. يعني أنا بدي أقيس وحدة للشيال 31 سنتي طلع معي. بدي أسكر من الجهة الثانية 30 سنتي، بعدين أدخل حفرة الباط الثانية فيها. باخد على مقاس الجهة هاد هيك كافي. بندخل الجهة الثانية راح اخيطهم مرة واحدة، راح اطلع وارجع كمان مرة عليه. هيك صار عندي حفرات الباط جاهزين والشيال جاهز والظهر من الخلف جاهز. بدنا نجمعه على الجوانب ونعمل له بيبي لوك. جمعناه على الجوانب. بدي تركزوا معاي بس شوي هون. شايفين الديل من تحت؟ الظهر أطول من الصدر. يعني ممكن تسألوا حالكم أنا كيف قصيتهم من فوق مع بعضهم والصدر أعلى من الظهر المفروض، لأنه في حفرة كم وفي الكبة. لا أنا بشتغل هيك لأنه هذا أساسا بواقي قماش. يعني عندي مش أنا عندي قطعة قماش كاملة وبدي أطلع منها صدر ظهر. هاي بواقي قماش أنا بقصها بالطول مع بعضها. بالنهاية
الزيادة هاي لما اعمل البيبي لوك بطلعها. هلا بسويه مع بعضه من تحت كل هاي الزوايد اللي انتو شايفينها بطولها. ولما جمعتهم كمان ما عملت حساب الفتحة، ما خليتها، نسيتها. هاي رجعت فتحت بالقدر المطلوب اللي انا بدي اياه للفتحة عشان اعملها بيبي لوك. راح تظهر لما نعملها بيبي لوك باللون الاحمر. هاي الكبة من فوق والشيال او الحمالة، وهاي الوردة اللي راكبة عليه. راح يكون في حزام ستان احمر هون على منطقة الخصر، وبنشوفه بعد ما ينتهي. انهينا البيبي لوك للديل وللفتحة. بدنا نثبت الحمالات. راح نثبتهم على ملتقى الخياطات هذولا الخياطتين. احنا زي ما حكينا الظهر فيه 3 قطع، على مستوى القطعتين هدول راح نثبت. تثبيت القطع انت حرة، الك الخيار وين بدك تثبتيه. يعني انت مش محكومة في منطقة في مسافة معينة. ممكن في ناس تثبتوا بمنتصف الظهر يعملوا شكل مثلث، ممكن تثبتيه قريب، ممكن بس ما تقربي ناحية حفرة الباط كثير. بدنا نغير الخيط في البداية. وين ملتقى الخياطات بنثبت الحمالة او الشيال. زي ما حكينا في هذا الموديل الشيال او الحمالة بده يكون طوله من 28 ل 30 سنتي، لانه كل موديل له مقاس معين. هيك صار عنا جاهز. بتمنى هيك يكون انه يعني واضح ومفهوم. هو سهل جدا وبسيط مش معقد. بتقدروا تطلعوا الباترون تبعيه للي ما عندهم خبرة في المجال هذا. بتقدروا تطلعوا الباترون تبعيه عن طريق الباترون الأساسي. إذا عندكم الباترون الأساسي تبع البلوزة تقدروا تطلعوا الباترون عن طريقه. خلينا نشوفه. هاد هو الشكل النهائي. بتمنى تكون الفكرة وصلتكم وشفتوها سهلة، ونشوف تعليقاتكم وآرائكم، وأي استفسار اكتبوا لنا إياه في تعليق. بتمنى أشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.